كيفك؟ الحمد لله الحمد لله، لا بأس لا بأس. شو بك؟ كأنك مع بعضها؟ والله يا صديقي ما عرفان، معدتي صار لها فترة عم توجعني وجع مخيف وهيك حرقة وكذا، أنا خايف يصير معي قرحة وأروح فيها. بفكر روح شوف دكتور واخلص من وجع الراس كله. يا دكتور لا شيء يا زلمة، هذا بيقعد يوصف لك أدوية وما بعرف شو. بيقول لك إنك تسأل مجرب ولا تسأل حكيم، محسوبك هون طبيب بالخبرة. والله؟ أخي ما لك غير كاسة ليمون على الريق الصبح، كاسة كبيرة ليمون حامض حصر عندكم. بالمسويات قبل النوم. كاسة الشاي ربعة خل تفاح. خل نفسه تبع تفاح، معدتك ترجع خلنجة جديدة. طيب إن شاء الله خير يا صديقي. على راسي. تكلم. نشوفك بعد أسبوع. سلم صديقي. سلام. باي باي. أبو القول. أهلين. كيفك صديقي؟ الحمد لله ماشي الحال. طمني عنك، شو أخبارك؟ تمام. وينك الأسبوع الماضي؟ والله يا صديقي كنت بالمشفى. مشفى خير، شو فيك؟ ولا شي، سلامتك، نصيحتك دكتور أوز عرفتها تبعت الخل والليمون، ما في شي يعني، مشيت على نصيحتك، بخيت معدتي، رحت على المشفى، شوي تاني كنت رح أموت فيها. خاطرك. تعال وري خل والليمون، خل شربك كثير خل واحدة ليمون، لعنك على اللي سمع منك. أنا بفاضي. حل عنه، اتركه، خليه يشوف دكتور. ولا ما بمشي الحال اذا ما طلعت خبرتك مستر جوجل. تدخل بالدهان، بالصحية، بالعمار، بالطبخ، لك بالبطيخ، بالطب بدك تتدخل. كنت روحته للزلمة وهسه انت عم تسمع منه حموضة وليمون. ان شاء الله مو ينبخش راسك، تنبخش معدتك كمان. طارق حبيبي بالعكس، معدتك قبل راسك يا بابا. ان شاء الله مو تنبخش معدتك، ينبخش راسك كمان. بدك تنبخش كلك، تضرب منك له. لا بقى تعيدها يا جماعة، التصرف هذا بلا، اوكي؟ بين كان رح يروح فيها بشربة مي، يعني مو هيك كمان. لسه وين؟ عندك جماعة الزهورات، هدول حطهم وتضحك. يا صديقي احتقان، صدرك عم يوجعك، مرشح، صورات بتفيد، اوكي ما اختلفنا، خليك عليها، بس مو جاي لك والله معي طفح جلدي تيجي تقول لي اشرب الزهورات. يا بابا الزهورات مو ولا كل شيء. بتعرف شو؟ يعني تركني على نصيحة امي تبع نام بتصح، احسن بكثير. لا لسه مين عندك؟ هدول اللي بيجيبوا الجلطة، جماعة الشعر، هي اللي بدها شعرها شو؟ يلمع، اوكي، وهذا اللي بده يسبل شعره، اوكي ما مشكلة يعني. في دكتور، في اخصائي، في حلاق. يا بابا ابن الجيران ما بيفهم اكثر من كل هدول. لاستي بيفهم ما بيفهم ما بعرف، وما بيهم يعني، بس في نصيحة مقبولة، ونصيحة عفوا منك يعني بتخرب الشعر. يعني مسحوق الثوم والبصل ما بيوقف تساقط الشعر ولا بيسبله. ثوم وبصل عيفك من كل شيء، نصيحة خبير. روح شي سبب بالبيت بالابو، دوري هون وهون الا ما تلقطي لك شي جردون، جيبي لها الجردون واضربي بالخلاط معك شعرتين ثلاثة من قطة، بيطلع معك مسحوق الجردة قطة، دهني على رجلك يومين ثلاثة ولا انجلينا جولي. نصيحة أنا بجربها. صاحبنا السابق بنفذ على رفيقه، بسبع الكارات متعدد الخبرات، وين ما زتيته بيجي واقف، مجرب كل شيء بالحياة. لو مو بس بيعرف، مستعد يلف ويدور ساعة وساعتين وثلاثة، قال له مشان ما يقول لك أنا ما بعرف. مبروك الموبايل، والله مو نوكيا؟ نوكيا او 33. او 33 والله هو ظريف ما شيء، بس بتعرف شو؟ ما ابعاد شاشته مو كثير نهائيا مو متناسقه، يعني عدا انه الالوان فايته بالحيط. يعني هو شاشته مثل شاشه موبايلك جي 63 وانت قايل لي انه منيحه. هلا هي نفسها ايه اوكي، بس يعني هي المشكله وين؟ انه انت ما كثير رح تفهم علي، هي شغله لها علاقه بالهاردوير والسوفت وير، ما بعرف اذا كثير بتفهم فيهم، بتختلف بين شيء ثاني.
هاردوير وسوفت وير مو. لك انت من شهر عرفت الفرق بين اللاسلكي والموبايل. هو قد ما في كتر مصطلحات انجليزي من هون ومن هون، شروي غروي، إلهم علاقة وما إلهم علاقة. يا أخي يعني استخدام اللغة الإنجليزية أو أي شيء، أي لغة أجنبية تانية، يعني أحيانا بيغني المعنى، بيعطيك معنى مو موجود بالعربي. بس مو هيك. والله ما عم بقدر احكي مع حدا يا صديقي، عنا ما في تغطية ما بعرف عن ليش. شو صاير عندكم المشكلة؟ هذا الكتريسي كورنس عندكم مو كتير صاير عم يقطع وكذا، ما بيجي مزبوط، فاليو بي اس ما عم يلحق يشرج، بالتالي البرودكاستنج تاورز ما أنا شغالة مزبوط بالاريا تبعتكم، اكيد ما في كفرج يا صديقي، شيء بديهي يعني. اتس obvious يعني. وفي واحد بتشوفه بأغلب الأوساط ما فيك تغلبه، دائما متفوق عليك، شو ما صار معك منيح سيء، شو ما صار سابقك وصاير معه ودبل او اكثر. بتقول له انه امبارح اشتريت لابتوب توشيبا اخر موديل، بيجي بيقول لك انه ظريف، اشتريت منه 2 وحاطهم بالمكتب. والله هذاك اليوم داست على رجلي سيارة. داست على رجلك؟ يا سيدي هذاك اليوم كنت ماشي بالشارع، ضربني فان، زدت على الطرف الثاني، ما لقيت من فوق شاحنة، بس الحمد لله ما صار شيء، نفدنا. شو يا سوبرمان؟ شو رأيك تشتغل مكافحة الجريمة مثلا؟ ما صغير تقول له مات جدي، بيجي بيطلق بيقول لك انه والله انا مات جدي مرتين. الاشخاص اللي انذكروا قد ما كانوا مزعجين، بس يا اخي عم يسمعوك، عم تاخذ وتعطي معهم، يعني عم في حديث يعني. بينما في عندك اشخاص شاغله. والله امبارح يا صديقي كان صعب علي بشكل الله لا يورجيك. كنا ماشيين انا وسمير وياسر ومحمد. سمير بتعرفه لسمير؟ ايه صح. المهم كنا ماشيين انا والشباب، واذ بتمر لك سياره بتخبطه لسمير. دقينا الاسعاف، اجت سياره الاسعاف، حطينا سمير، مشينا بالطريق، واذ بالصدفه بنخبط بسياره ثانيه، بيطلع مين بالسياره الثانيه؟ ابو لسمير. حملناهم الاثنين وديناهم على المشفى بسياره ثانيه، ونحن بالمشفى بتدري امه بتجي على المشفى ويا حرام بتبلش تبكي، بيطلع ضغطها وبصير معها جلطه. خايفه لربك والله. امبارح منيح خلص يا زلمه، والله العظيم كان بدي جن. تعرف شو؟ كأنه دقنك طولان كتير، صار لازم تحلقها. مع الجلطة هاي منيح حلقة اليوم. لا تنسوا تنتقدونا، ولا تنسوا لنا اللايك والسبسكرايب. طبعا بتمنى منكم اصدقائي الاعزاء انه ما كثير تواخذونا مشان ضعف المعدات اللي عنا، معنا بنكبر وبنظبط، وبتمنى يكون عجبكم العمل تبعنا.